الاهلي يبدا بمين عشان يكسب مازيمبي؟ انا شايف الاهلي يبدا بشوبير حارس المرمى، عندك علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد هاني. يلعب في خط النص مروان عطيه لو جاهز. مروان عطيه ان شاء الله يبقى مهم جدا في خط نص النادي الاهلي. فانا شايف مروان عطيه يلعب، وجنبه السوليه، وقدامهم قفشه. السوليه ومروان عطيه مع بعض. عشان يبدا يضغط من بدري بدري، عشان يقدر يحط جون او جونين يخلص الماتش بدري بدري. بعد كده قدام بقى الجناحين يلعب بيرسي تاو، ويلعب احمد عبد القادر، ويلعب وسام ابو علي قدام، او كهربا. يعني وسام علي، بس انا شايف وسام. طبعا الماتش اللي فات لعب ماتش حلو جدا، ضغط على المدافعين، غلطهم كتير. فانا شايف وسام عنده سرعه، يقدر يعمل فارق مع الاهلي الماتش الجاي ده ان شاء الله يعني. انا بقى رايي مختلف عنك صراحه. طب انا ايه رايي ان رايك؟ الماتش ده في مصر الاهلي اه بياخد افضليه في اول الماتش بسبب الجمهور، بيخلي الاهلي يركب الماتش كده في الاول. تمام. فالاهلي بينزل ضاغط. الاهلي محتاج يكون معاه تشكيله فيها افضليه هجوميه، فيها ايه تنقلك نص ملعب الهجوم بشكل افضل. فمحتاجين ايه؟ انا في رايي نص الملعب يعني خط الدفاع زي بالظبط، وحارس المرمى اصلا مجبر عليهم يعني تقريبا، ما ما ينفعش فيش حد مفيش تاني حد اصلا تاني. بره. فلكن نص الملعب هي اللي فيها الحكايه، هي والوينجات. فانا في رايي لو مروان او كوكا، ايا كان فيهم اللي جاهز يبدا. تمام. واحد فيهم نمرة 6 ويلعب قدامه بقفشه، ويا اما يلعب باحمد عبد القادر قدام قفشه رقم 10، ويلعب برضا سليم وبيرسي تاو واسامه ابو علي، بس يا اما خلي بالك يطلع احمد برضه. عبد القادر وينزل كهربا ورضا، اه وكهربا ووسام يلعب بيهم الاثنين، وكهربا يلعب شادو سترايكر بس عشان يضغط في اول الماتش يجيب جون. لان الاهلي لو ما جابش جون في اول الماتش، مازيمبي هيدخل الماتش والماتش هيفرق من الاهلي. فالاهلي اول الماتش بيكون عنده افضليه، فيعمل ايه؟ فاضغط من اول الماتش هات جون. بعد ما بس يجيب عايز جون في برضه. اول الماتش، تمام. ممكن ساعتها ننزل بقى مين؟ ننزل السوليه او ننزل كوكا ومروان ساعتين مع بعض. انا في رايي لو كوكا ومروان موجودين السوليه ما ياخدش خلي دور بالك برضو، خالص. انا السوليه برضو عنده نزعه هجوميه. يعني برضو انا منزل السوليه برضو، اللي هو انا برضو بقى حافظ الملعب ازاي. احمد عبد القادر لو لعب برضو رقم 10، اول مره يلعب رقم 10 في الاهلي. فطبعا في ماتش زي ده، ماتش صعب على فكره على النادي الاهلي برضو، مش سهل ان انت تجرب لعيب لسه اول مره يلعب رقم 10. دي برضو هتبقى صعبه. فانت لازم تثبت التشكيل خلي عندك. بالك خلي بالك مش لازم يلعب رقم 10 زي ما انا متخيل بالادوار الصريحه دي. انت ممكن اصلا انت نازل اول ماتش ضاغط اول ثلث ساعه، فيكون في تبادل مراكز بين الوينجين وبين اللاعب رقم 10، بين قفشه وبين احمد عبد القادر ورضا او بيرسي تاو، او ممكن رضا سليم. انا رايي يعني ممكن انا اقصد واحد زياده بدل عمرو السوليه في الجزء الهجومي. يعني ايا كان رضا سليم يلعب اضافه الى بيرسي تاو، او يلعب بس اهم حاجه ما يكونش طاهر ولا مودست، دول اهم لا حاجه. الاثنين دول ما ينفعش طاهر يلعبوا ماتش ومودست، زي دول الصراحه. يعني ممكن ماتش زي ده، يعملوا لا طاهر وموسى كده ايه يركنوا على جنب، ما ينفعش يلعبوا ماتش ممكن ده. يعملوا كونفرسيشن بينهم من بعض بالفرنساوي، طاهر بالفرنساوي ومودست يعملوا حاجات حلوه يعني، طاهر ومودست مع بعض. فايه ده حاجه تبقى لطيفه. فبالنسبه لي دي الخطه اللي الاهلي ايه افضليه هجوميه، ان الاهلي هيكون معاه جمهور. جمهور الاهلي 50,000 متفرج طبعا يا فالجمهور هيديك جماعه. افضليه اول ضغط الماتش. جامد على الفرقه. المفروض تستغل ده اول الماتش، مازن بينزل مضغوط بشكل الجمهور بالضغط الجماهيري، هينزل تخطف جون، وبعد كده بقى تهدى عشان مازيمبي ما تخش في الماتش. لان هي فرقه قويه، لو دخلت الماتش تبقى ند بالند، والوقت لو جاب فيك جون لو خلي انت بالك اتعادلت مازيمبي هتخرج. هتيجي تلعب على نقطه اللي هم يتعادلوا 0-0، يطلع بالماتش 0-0 او علشان هيلعب على يلعبوا ضربات المرتده جزاء. لانه جاب جون. لو انت جبت فيه جون هيكسب برضه، هيصعد برضه، انه 1-1 تصعد. بس هيلعب دفاعي. يعني برضو المازيمبي انا عارف اللي هو الماتش ده هينزل، طبعا هم عارفين الاهلي على ارضه قوي جدا، فهيلعب برضو دفاعي ما بحت. الاهلي قوي، الاهلي دايما على ارضه بيجيب جون في الاول الماتش، صح ولا لا؟ ليه؟ عشان بينزل ضغط هجوميا. فانا لو نزلت بمروان والسوليه وكده هيكون القوه الهجوميه اقل، فانا هنزل ضغط اجيب جون، اجيب جون. يعني ما تخافش من الدفاع، انت لازم تجيب جون. ده في ارضك، انت ما جبتش جون خلاص الماتش هيفرق منك. لازم تكسب، لازم تجيب جون في اول الماتش. فلازم تدوس هجوميا شويه، خصوصا ان عمرو السوليه لا بيديني الصلابه الدفاعيه ولا بيديني الزياده الهجوميه القويه. يعني لا بيعمل دي كويس ولا بيعمل دي كويس بسبب ان عامل السن دلوقتي. فاللي هو هلعب بيه ليه؟ ما عنديش اتنين. انا ما عنديش مروان وكوكا غالبا اتنين جاهزين مع بعض، فانا مش هقدر اكون هو كوكا برضو دفاعيا. خلي بالك لسه برضو لحد دلوقتي مش عارفين كوكا هيلعب اه ولا لا، لسه بكره هيبان اللي كوكا برضو هيلعب الماتش الجاي ولا لا، عنده برضو اصابه. او ممكن نلعب بمروان وكوكا وكهربا وينج، وعلي معلول يكون ضامن اكتر. فاهم؟ لو مروان وكوكا مع بعض في نص الملعب ده بيدي حريه لعلي معلول اكبر.
مثلا لو الاثنين جاهزين مع بعض، انا اعتقد ان الاثنين مش ممكن واحد فيهم يخسر يعني ممكن. اتمنى يكون الاثنين جاهزين يعني. برضه بس انا رامي مين؟ انا رامي بيرسي تاو ورامي احمد قادر وينجين ليه؟ مهاريين. الدفاع المهاره طبعا، اللي عندهم الدفاع تركيزه مش كويس، عندهم بطء في الدفاع، فالمهاره هتفرق معانا جامد. احمد قادر طبعا مهاري جدا، يقدر يعدي واحد على واحد، بيستوعب سهل حريف جدا. برضه. بيرسي تاو برضه حريف، يقدر يخترقوا برضه من الجنبين، فانا حاطط برضه الاثنين دول عشان الحته دي. فانا شايف احمد قادر يلعب وينج احسن ما يلعب رقم 10، على اساس ممكن يعني قفشه او ممكن يلعب رقم 10، او السوليه ممكن يلعبها برضه رقم 10 دي، فاهمني؟ لا طبعا لا لا، امام صعب عاشور، قوي صعب قوي. امام عاشور طبعا فارق جدا مع النادي الاهلي امام طبعا. عاشور افضل لاعب في سكواد الاهلي. اه طبعا هو احسن لاعب أنا طبعا مش أهلاوي، بس دي في حقيقة. مصر، احسن لاعب في مصر. احسن لاعب اقول لك كده مكان في الزمالك. عشان تبقى عارف، احسن لاعب في نص ملعب في مصر طبعا امام عاشور، وانا مغمض. تمام. احسن لاعب في مصر عموما دي فيها كلام بقى، مش هيخرج من امام عاشور وزيزو يعني، مش هيخرج منهم في الغالب يعني في اخر سنتين. تمام. فامام عاشور خسر الاهلي قوه هجوميه طبعا قوية امام جداً. عاشور طبعا فرق جدا مع الاهلي سمعت طبعا، اللعب اصلا بشكل كبير. فرق جامد مع الاهلي. مروان عطيه بقى، يعني امام عاشور ومروان عطيه يتصوروا مع بعض، ده بيوقع نص ملعب الاهلي خالص يعني. حتى في ماتش الزمالك الاهلي فقد نص الملعب بشكل قوي الشوط الاول، الا لما جوميز راح ايه قال لك طلع نص قال لك الفرقه. كولر خربها، ما هنخربها احنا كمان. مطلع نص الفرقه خربنا طبعا، بعضينا. غير غلطه كبيره طبعا جوميز طبعا، الماتش بتاع الزمالك الشوط الثاني طبعا. وانا شايف لو كان في وقت هو اتعلم من كولر، هو اتعلم لو من كان في كولر. وقت انا شايف الاهلي كان ممكن لا يتعادل. انا رايي ان هو اتعلم من كولر، شوف كولر عمل ايه الشوط الاول. قال لا لك كولر برضه خرب الدنيا برضه الشوط الاولاني طبعا، بس يعدل نفسه الشوط الثاني، بس بعد بقى ما فات الاول يعني الدنيا خربت. فالناس اللي مش مشتركه معانا في القناه عشان تشوف الفيديو الجاي، اشترك معانا واضغط لايك كده، وقول لنا رايك في الكومنتات في التشكيل اللي من وجهه نظرك انت يلعب عشان الاهلي يكسب مازيمبي. والسلام عليكم ورحمه الله.